أهلا وسهلا متتبعي قناة عالمك المتنوع ويد ليالي. رجعت معكم اليوم فيديو جديد. اليوم البنات غادي نحضروا معجون الفلفل. كما كتعرفوا دابا الفلفله الحمراء كاينه موجوده في السوق بكثره بثمن مناسب جدا. هذه هي الوقيته ديالها، استغلوها وحضروا هذا المعجون الفلفل اللي غادي ندير معكم بطريقه بسيطه جدا. الا بغيتوا تعرفوا على الطريقه بقاو معايا حتى النهايه ديال الفيديو. باش نحضروا معجون الفلفل غادي نحتاجوا الفلفله فقط كما كتشوفوا معايا، الفلفله حمراء انا هنا راني غسلتها، عندي واحد الكميه، المهم كتستعملوا الكميه اللي بغيتوا. غادي ناخذ واحد القطعه. هذا المعجون هذا كتحضروه بسرعه دغيا كيتجد. اللي ما بغاتش تحضر نيوره بالطريقه اللي سبق شاركت معكم تحضر هذه الطريقه هذه وتحتفظ بهذا المعجون في الكونجيلاتور. يعني تحتاجوا تجبدوا، راه كينفع بزاف. صافي غادي ناخذ هكا الفلفله، كنحيدوا هاد الخطوط البيضاء اللي كتكون من الداخل، ضروري تحيدوها حيت هي الا خليتوها غادي تجي اللون ديال الفلفله ديالكم او المعجون الفلفل غادي يجي اللون باهت، ما غاديش يجي احمر بزاف. كنحيدوا الزريعه صافي هكا بهذه الطريقه كما كتشوفوا معايا. دابا الوقيته ديال الفلفله البنات، استغلوا هاد الوقيته هذه ووجدوا الفلفله بجميع الطرق ديالها، وجدوا نيوره او تحميره البودر، وجدوها بهذا الشكل هذا، وجدوا السودانيه، الهريسه باقي غادي نشارك معكم الهريسه ان شاء الله. صافي كنقطعوها هكا، تقطع كيبقى الشكل اللي بغيتو، سواء كبروها اولا صغروها لان عاد غادي طيب. فانا غادي نقطعها بهذا الشكل هكا. كما كتشوفوا معايا هذا الشكل هذا. غادي نخدم عاوتاني وحده اخرى بنفس الطريقه. صافي غادي نمشي هكا بهذه الطريقه هذه. اللي ما عندهاش الشمس او اللي ما فيهاش ما يبس الفلفله وعادي يعاود يطحنها كما تشاركت معكم في، انا ديجا دايره معكم الفيديو اللي كنت شاركته معكم العام اللي داز. اللي بغات تشوف الفيديو ديال نيوره او الشاونيه الوحده وكيفاش كتسميها او التحميره، كل منطقه كيفاش كتسميها تسميه في شكل. دخلوا للقناه تلقاو الفيديو ديال الشاونيه او السودانيه، الطريقه ديال التحضير. صافي البنات غادي نمشي هكا بنفس الطريقه بهذا الشكل هذا، وغادي ندير في واحد الكاسرونه حتى غادي نكمل هاد الكميه اللي عندي كامله باش ما نطولش عليكم الفيديو، وغادي نكملها بنفس الطريقه وغنرجع معكم. كملت دابا التقطاع ديال الفلفله كما شفتوا معايا، انا قطعتها كلها درتها في هاد الكاسرونه. كما قلت لكم انا دابا درتها في هاد الكاسرونه. انا غادي نضيف لها هنا واحد الكاس ديال الماء، ممكن البنات ديروها في الكوكوط وتشدوا عليها، انا فضلت نديرها غير في هاد الكاسرونه، هي دغيا كطيب، غتاخد معكم واحد نص ساعه حتى 40 دقيقه. صافي دابا انا ضفت لها الماء، غادي نشعل عليها. هانتوما البنات هي الفلفله انا درتها على البوطه، شعلت عليها على نار مهيله، غادي نغطيها وغادي نعطيها كما قلت لكم واحد 30 حتى 40 دقيقه ونرجع معكم. هانتوما البنات هي الفلفله دابا طابت، شوفوا شحال رجعت غير واحد الكميه قليله. كما شفتوا معايا كانت الكاسرونه عامره على الفم. بعد واحد 35 40 دقيقه شوفوا هانتوما طابت. باش تعرفوها طايبه كتكيو عليها كتلقاوها هانتوما طايبه. صافي دابا انا جبدتها. دابا هنايا عندكم جوج الخيارات، ممكن ديروها في الهاشوار اولا في الكاس ديال مولينيكس تطحنوها، اولا غادي تطحنوها بحال اللي غنطحن انا هنا غنستعمل هنايا الميكسور. غادي نطحنها مزيان. شوفوا الفلفله ديالي راه صافي طحنات مزيان. دابا غادي ندوزو المرحله اللي من بعد هذه، واللي هي
غادي نصفيوها. غادي نجيب واحد الصفايه، واحد اناء فاش ندير. صافي دابا هنا غادي ندوزها في هاد الصفايه باش داك الا بقى شي قشور ما طحنش غادي تشدو الصفايه. شوفوا اللون تبارك الله ما شاء الله، كتعطي واحد اللوين زوين على داكشي. في الاول قلت لكم حيدوا من هذيك السيور اللي كيكونوا فيها داك الشعيرات البيض والزريعه باش كيبقى اللون ديالها غالق. الا خليتوهم غاديش تعطيكم هذا اللون هذا. انا درت كميه قليله حيت انا راها عندي، غير تشاركت معكم الطريقه. ممكن تستعملوا الكميه اللي بغيتو. صافي دابا غادي ندوز هكا كنديها ونجيبها في الصفايه حتى غادي تخرج كلها من الصفايه، غادي يبقاو غير القشور. هاد المعجون ديال الفلفله يمكن لكم تستعملوه كبديل نيوره اولا التحميره اولا الشاونيه، كل واحد كيسميها. استعملوها في الشرموله ديالكم مع الحوت مع القطاني مع الرز اللي كيكون الطريقه اللي ديجا درتها معكم في القناه. كاين بزاف الحاجات اللي كنحتاجو فيهم الفلفله اولا نيوره. هكا كتعطيكم واحد اللذه والبنه احسن من هذيك النيوره اللي كتباع. راها البنات من الاحسن، زعما من الاحسن تبعدوا عليها، حيت النيوره اللي كتباع كلها ما مزياناش، فيها مواد قبيحه للجسم، فيها مواد مسرطنه، اضافات، ملونات. من الاحسن تستعملوا الفلفله على يدكم. حتى الا ما كانش عندكم الوقت توجدوها في الدار، شريوها على الاقل، شريوها يابسه واجده وطحنوها عند العطار ديالكم اولا جيبوها للدار وطحنوها، احسن ما تشريوها ديك النيوره اللي كتكون واجده. دابا غادي نبقى هكا بنفس الطريقه حتى نكمل كل شيء باش ما نطولش عليكم الفيديو، حتى نسالي هاد الكميه تهبط كلها في الصفايه ونرجع معكم. هانتوما البنات شوفوا دابا شنو بقى في هاد الصفايه. هانتوما بقى غير القشور، شي حاجه قليله د القشور لان كلها مع طابت مزيان طحنات. صافي دابا هاد القشور غادي نرميهم. وهذه هي، نجيب واحد المعلقه. هذا هو المعجون اللي حصلت عليه ديال الفلفله، وهذا معجون الفلفل. هانتوما تبارك الله ما شاء الله لوين وخاطره، حيت انا درت غير كما شفتوا معايا غير كاس ديال الماء، طابت فيه شربات شويه، داكشي اللي بقى فيه طحنت، ما نقصتش الماء وما زدتش الماء. داك الماء اللي درت معكم هو هذاك. صافي دابا هي عندي واجده. دابا البنات بحال ما الا كنت خرجت لكم هذه ما خاسراش بحال هكا، ممكن ديروها تشحروها على البوطه، تزيدوا لها واحد 2 معالق ديال الزيت بلديه وديروها تشحر حتى تختار بحال هكا. انا بالنسبه لي انا راه خاطره ما غاديش نحتاج نزيد نشحرها. صافي دابا غادي نديرها في هاد الكارويات هادو ديال الثلاجه، غادي نعمرها فيهم، غادي ندخلها للكونجيلاتور تجمد ونجبدها عاد ونردها في البلاستيكات. ممكن تستعملوا تحتفظوا بها في علب صغيره اولا ديروها غير في الميكات، ديروها هكا تطلقوها في الميكا حتى تجمد وعاد تقطعوها. المهم كديروا الشكل اللي يريحكم. صافي دابا غادي نعمرها هكا، غادي ندخلها الكونجيلاتور حتى تجمد وغادي نرجع معكم في الاخر كيفاش جات. رجعت معكم البنات، النتيجه النهائيه كما كتشوفوا معايا. ها هي المعجون ديال الفلفل ديالي او البديل ديال النيوره او التحميره او الشاونيه، ها هو واجد. هانتوما انا احتفظت بالكميه الاولى كبيتها في الزلافه، درت كميه اخرى هي جمدات، عاوتاني غادي نحيدها وندير الكميه اللي باقيه حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي، وكنحتفظ بهم في البلاستيكات داخل المجمد. ملي كنحتاجهم كنجبدهم، كناخذ واحد الكارو اولا غير النص ديالو اللي بغيتو على حسب الكميه اللي نتوما غادي تحتاجوا. هانتوما ساهل باش تقطعوها، كتقسموها بالموس وكترميو الكميه اللي بغيتو اولا كديروها كامله. المهم انكم كتستعملوا شي حاجه اللي دايرينها على يديكم ومتاكدين انها طبيعيه ما فيهاش اضافات. كما كتعرفوا النيوره اللي كتباع راها كلها ملونات،
اضافات خطيره على الجسم بزاف. بالاحسن تبتعدوا عليها وتوجدوا نيوره ديالكم في الدار او بالطريقه اللي ديجا كنت درتها معكم. النيوره اللي كتكون كتنشف في الشمس وكتطحن، او لا كتاخذوا هذه الطريقه هذه، كتبقى هي الاسهل بالنسبه للبنات اللي ما فيهم ما ينشف ويخرج للشمس ويدخل ويطحن. كياخذ هذه الطريقه هذه سهله بسيطه، كتوجد بسرعه، كتحتفظي بها في الكونجيلاتور ديالك وكتستعمليها الوقت اللي بغيتي. نتمنى البنات نكون كنفيدكم دائما، كنعطيكم حويجات اللي يفيدوكم في الكوزينه ديالكم وباش تحافظوا على صحتكم. نتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. ما تنساونيش من لايك واشتراك. بالنسبه للناس اللي مازال ما اشتركوش، اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. تلقاو فيديو قادم باذن الله.